جربت تراقبي مشاعر فقدان الشغف أو الطاقة؟ يا ترى الشعور ده جاي يقول لي إيه؟ أكيد مش الكل بيسأل ولا حتى بيدي نفسه فرصة إنه يفهم، ولكن أنا هنا بتكلم مع فئة محدودة جدا عندها استعداد حقيقي لمعرفة حقيقة نفسها وإيه اللي بيحصل جوه. نرجع لسؤالنا مع مراقبة لتلك الحالة. من الحاجات اللي بلاحظها وكأن نفسي محتاجة ترجع خطوة لورا فتعيد حساباتها عشان تعاود الاتصال بشكل حقيقي، الاتصال بنفسك والالتحام بذاتك الحقيقية، عشان ده اللي بيشحنك. وكأن شيء بيموت انت ما تعرفيهوش بيحيي شيء بداله انت برضو ما تعرفيهوش، بس بنقدر نشهده باستيعابنا لأكتر من اللي بتشوفه العين ونسمعه ودنا. وعيك بيقدر يستقبل أكتر وأكتر من اللي موجود. الصبر على المشاعر الغير مريحة مع مراقبتها بصمت ومحاولة إنك تمارسي يومك حتى لو برتم بطيء مش على طبيعتك الغالبة. احترامك للحالة دي ومحاولة استيعابك ليها حقيقي، ده سبب أساسي لقوتك النفسية. ونفسك بتتسع تدريجيا واستيعابك لأكتر وأكتر من اللي بتشهديه على أرض الواقع، وكأن في أبعاد أخرى بتتفتح جواكي حقيقي. من تجربة شخصية لسنين وسنين وسنين، ده أكتر حاجة ممكن أنصحك بيها لسبب إنه سبب أساسي لقوتك النفسية. هذا العذاب اللي بتشهديه وانت مش عارفة ليه، صبرك عليه وتحملك بحب مع مراقبتك وفضولك بسؤال ليه بيزيدك عذوبة حقيقية. احنا بنحيا لما بنموت، بنقوى لما بنضعف. الضعف والألم وفقدان الشغف أو غيره مشاعر إنسانية طبيعية كلنا بنمر بيها، بس مش كله بيقدر يستغلها صح عشان تساعدنا في تجربتنا الفردية تماما. وببساطة انت بتدربي نفسك انها ما تاكلش اي حاجة تعللها الدوبامين والادرينالين او تلهيها او تاكل اكل من حد. وده تزكية للنفس مش سهلة على الاطلاق، محتاجة صبر وارادة فقط للحق. بس صدقيني بعدها عيونك مش هتبقى زي عيون الناس، هتشوفي اللي محدش شايفه حقيقي. تزكيتك لنفسك أجمل وأقوى عمل تقدري تقدميه لنفسك حقيقي في حياتك. نتقابل في عادة تانية. سلام.